السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. نكملوا رحلتنا الطاهرة مع سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. احنا الآن في السنة التاسعة للهجرة، وكما اتفقنا جميع بأننا نكونوا كنتحدثوا فقط على الأحداث اللي كنشوفوها مهمة واللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. في هذه السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم فكيهجر الزوجات ديالو لمدة شهر لأنهم تشكاو من ضيق المعيشة. وهنا الله سبحانه وتعالى كينزل آية من القرآن اللي كتحكي لنا على هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه في سورة الأحزاب الآية 28. في هذه السنة الرومان جهزوا جيش ب400,000 مقاتل وعولوا باش يهجموا على المدينة. وكما قلنا قبل فالرسول صلى الله عليه وسلم دائما ملي يعلم بأنه شي حد يهجم على المدينة فهو كيخرج من المدينة باش ما يوقعش فيها القتال. وهنا فهم كيخرجوا باش يتقابلوا مع العدو في تبوك، وهي منطقة كتبعد على المدينة ب1000 كيلومتر. فمعركة تبوك عندها سمية أخرى وهي ساعة العسرة. وسورة التوبة فهي كتتكلم بصفة مفصلة على هذه المعركة. فسورة التوبة كذلك عندها اسم آخر هي سورة الفاضحة لأنها فضحات المنافقين. ودي نشوفوا اش داروا في هذه المعركة. في هذه المعركة وقعت في موسم الحصاد، وهنا الكثير تخلفوا ما بغاوش يمشيو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقاو كيختلقوا الأعذار. فمنهم من قال يا رسول الله احنا ما كنستطيعوش نصبروا النساء شقراوات لأن الروم نساؤهم شقراوات. وهنا كينزل الله فيهم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عذر آخر وما قال لك كاين الحر كتير، احنا ما يمكنش نمشيو المسافة كلها في هذا الحر الشديد، وكينزل فيهم الله كذلك قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. سورة التوبة الآية 90. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صحابه باش يعبئوا اللي عنده شي حاجة يجيبها، لأن حرب تكون حرب كبيرة وحرب مع جيش 400,000، فاللي كان عنده شي حاجة كيجيبها، مال، خيل، أي حاجة تقدر تنفع في هذه المعركة. وكان اللي ما كيلقاش كيجيب غير شي حاجة بسيطة، وكانوا المنافقين كيضحكوا عليه وكيسخروا منه. وهنا عاوتاني قال الله سبحانه وتعالى فيهم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سورة التوبة الآية 79. هادو على المنافقين. وكتبقى أشهر قصة هما تخلف أصحاب الرسول، واحد 3 من أصحاب الرسول بدون سبب على هذه المعركة، وهما كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. هادو اللي تخلفوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأمر ديالو باش جميع الناس يهجروهم مدة 50 يوم ما يتكلموش معهم حتى جاهم العفو من الله سبحانه وتعالى، والله برأهم من فوق 7 سماوات بهذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. التوبة آية 18. في هذه السنة كيموت رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وهنا الرسول رغم كل ما دار معاه فهو صلى الله عليه. وهنا الله سبحانه وتعالى كينزل عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورة التوبة الآية 84. هنا الله كيحرم صلاة الجنازة على المنافقين وعلى الكفار. في هذه السنة فالبعثة ديال المسلمين الذي تمشي للحج دار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أبي بكر وأعطاه بعض التعليمات بأنه ما يبقاش يطوف على الكعبة مشرك وما يبقاش يطوف على الكعبة عريان. هما كانوا كيطوفوا عريانين لأن قريش قبل قالت لهم ما يطوفش بالكعبة إلا بلباس من مكة. انتم كتشوفوا التجارة دائما داخلة عندهم في الدم. هنا الرسول
كيمنع طواف عري لانه السنه المقبله غادي يجي هو الحج. السنه العاشره ذو القعده فالرسول واصحابه كيتوجه باش يدير حجه اللي كتسمى حجه الوداع وكتسمى كذلك حجه الاسلام، فمشى معاه 100,000 واحد. تذكروا كيفاش كانوا 30 واحد حتى 40 واحد في دار ارقم مخبيين مخلوعين، الان 100,000 واحد مع الرسول اتجه الى مكه وهي تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هنا الرسول كيخطب الخطبه ديالو الشهيره واللي كتسمى خطبه الوداع، واللي قال فيها لعلي لا القاكم بعد عامه هذا. وهنا عطى شرائع الاسلام. هذه الخطبه كتكلم على بزاف النقاط، منها حرمه الدم والاموال، لقاء الرب عز وجل، الربا، محاربه الشيطان، الشهور الحرم اللي هي 3 متابعين ذو القعده ذو الحجه ومحرم ورجب. ووصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا، ووصى بكتاب الله وسنه رسوله. وحاجه طبيعيه فهو شرح لهم مناسك الحج كامله مكموله، وهي الان اللي كنمشيو عليها كاملين من مشارق الارض الى مغاربها. فملي كمل الخطاب ديالو فهو اتجه للجميع وسالهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. من الادعيه اللي وصى بها في الحج نذكروا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ودعاء اخر اللي كان كيوصيهم يقولوا في عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبعد ما نزل من عرفه فكتنزل الايه اللي كتلخص كل شيء واللي كتعلن تتمه الرساله، واللي كتقول بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فبعد ما رجع للمدينه فكتنزل سوره كامله وهي اخر سوره نزلت كامله في القران. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي تنعي رسول الله كتعلموا بقرب التحاقه بالرفيق الأعلى. فبعد هذه الفترة وبعد نزول هذه السورة فالرسول زار أصحابه في البقيع وبدأ كيهضر بزاف على الوفاة لأنه علم نهايته قريبة. وفي هذه السنة فكان جبريل كينزل عند الرسول كيراجع معاه القرآن مرة واحدة في السنة، إلا أن هذه السنة فهو نزل مرتين وراجع معاه القرآن مرتين، وهذو كلهم علامات النهاية. فبدات المرحلة ديال مرض الرسول وكيتشكى من وجع في الرأس، وجع كتير حتى رجليه ما بقاوش كيهزوا وعيا بزاف. وهنا طلب من الزوجات ديالو باش يبقى عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فقبلوا وبقى في البيت ديالها. فمن العادة ديالو كانت كتدخل عليه فاطمه الزهراء البنت ديالو الصغيره، كان كيوقف ويبوسها في الجبهه ديالها وكان كيقول عليها ام تباها لان كانت علاقته بها كبيره. فملي كان مريض ما ناضش عندها لانه ما قدرش يشير عليها بيديه وقال لها جلسي حدايا، فهو همس ليها في ودنها فهي بكات، ثم همس ليها في ودنها فابتسمت. من بعد ما مات الرسول سولوها قالت لهم همس لي في ودني وقال لي بانني هذه نموت داكشي باش بكيت، ومن بعد قال لي انت اول واحد غادي يلتحق بيا، وفرحت لان تلتحق به في الجنه ان شاء الله. كانت لحظات صعيبه وكان المرض شديد، وكان امر الصديق ديالو الوفي ابي بكر الصديق باش هو اللي يصلي بالناس، وكان ساعه كيطل عليهم كيلقاهم كيصلي وكيفرح لانهم مجموعين خلف امام، وهذه سنته. اخر ساعه للرسول في هذه الدنيا فهو كان متكي على الزوجه ديالو عائشه، واللي كان في عمر ديالها 18 سنه، فحسات به بانه تقال، عرفته بانه ودع، وكان قبل تيقول بلا الرفيق الاعلى، بغيت الرفيق الاعلى. عرفت بان جبريل كيسولو واش تبقى يا محمد ولا ناخذ روحك، إن كان ملك الموت، إلا أنه فضل باش يمشي للقاء ربه. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. فقبل ما تخرج الروح فهو كان كيقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وكان آخر
وصية وصى بها: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فحافظوا على الصلاة. ما ملكت أيمانكم فبالنسبة للزوج هي الزوجة، وبالنسبة للزوجة هي الزوج. حافظوا على الصلاة وعلى اللمة ديالكم كأسرة مسلمة تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هتلاحظوا بأنني هذه الحلقة تنقولها وأنا قلبي شوية، لأن كنودعوا الرحمة المهداة، كنودعوا النور اللي خلق لنا الله واللي أضاء لنا به مشارق الأرض ومغاربها. أعتذر لأنني وإياكم لحظات صعيبة. هنا كيدخل عمر اللي عرفناه بالشدة ديالو، كيهز السيف ديالو وكيقول لهم: محمد ما ماتش، مشى عند ربو بحال اللي دار موسى، ودي يرجع ودي يقطع يدين كل واحد اللي قال عليه مات. من بعد كيدخل أبو بكر الصديق وكيهدن عمر وتيقول للناس جميعا قولته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا أبو بكر الصديق كيذكر عمر بالآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو مات نهار اثنين ودفنوه نهار الرابع وغسلوه بحوايجه ودفنوه في البيت ديالو. هنا كينقطع الوحي وكتنقطع الصلة بين السماء والأرض. بهذا كتسالي السلسلة ديالنا ديال حي على الفلاح، السيرة ديال أطهر إنسان عرفته البشرية. وهنا كنعطيكم موعد آخر مع موضوع آخر اللي كنوعدكم غادي يكون شيق، ونجمعوا معاه جميع في رحلة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا أننا نحبكم في الله.